والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. أسعد الله أيامنا وأيامكم في هذه الأيام المباركة ذكرى ولادة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد. وإلى إمامنا وسيدنا صاحب العصر والزمان وعلمائنا العظام ومراجعنا الكرام وعموم المؤمنين نرفع أسمى آيات التهاني والتبريك، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وشفاعة أبنائه العترة الطاهرة. الله عز وجل وصف نبيه في القرآن الكريم بأوصاف عديدة، منها أنه على خلق عظيم، ومنها أنه رحمة للعالمين، وغير ذلك من الأوصاف أنه خاتم النبيين. وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، أي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. وآتينا عيسى ابن مريم البينات إلى آخر الآيات المباركة. في هذه الآية المباركة الله عز وجل يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. من أنفسكم يعني منكم، من البشر، ليس ملكا من الملائكة كما كان يطالب البعض أنه لو أراد الله عز وجل أن يبعث نبيا أو رسولا لبعث ملكا. الله عز وجل يقول: ولو جعلناه ملكا لجعلناه بشرا، بهذا المعنى أنه لا يصلح الملك إلا لشخص أو لبعض الأشخاص، يكون رسول بين الله وبين هذا الإنسان اللي هو يبعث نبيا. أما من يكون بين البشر، بين الخلق والبشر والناس واسطة، وبين الله رسول من قبل الله، لابد أن يكون من البشر، لابد أن يكون منهم، يتكلم بكلامهم ويأكل أكلهم ويشرب شربهم وينام نومهم، بشر مثله. غايته أن الله عز وجل فضله عليهم واصطفاه، وله منزل ومقام عند الله عز وجل فاق البشر، فاستحق أن يكون نبيا، أن يكون رسولا. فهو رسول منكم، من أنفسكم، ليس شخصا غريبا عنكم. من أم القرى، أمي، عربي، أوصاف متعددة أيضا ذكرت في آيات أخرى. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. هذا الرسول الذي نحن نعتقد أنه أعظم إنسان وأفضل إنسان، بل أفضل من خلق الله عز وجل من الجن والإنس والملائكة وغيرهم إن كان هناك خلق آخر. صلى الله على محمد. ولذا الله عز وجل اصطفى وجعل هذا النبي آخر الأنبياء، وختم به النبوة، وختم برسالته الرسائل والشرائع، لتكون شريعته شريعة عامة لجميع الخلق، فنسخت جميع الشرائع السابقة. وإن كان بعض الخلق يستحق أن يكون نبيا أو رسولا بمقامه، لكن لأن الله عز وجل بعث هذا النبي بعد منع عنهم النبوة، ختم النبوة خلص.
عندنا نحن بالروايات علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل، أو في بعض الألفاظ كعلماء بني إسرائيل. القدر المتيقن منهم الأئمة عليهم السلام. الأئمة هم من علماء هذه الأمة، وهذا القدر المتيقن من هذا الحديث. بعضهم يعمم، حتى العلماء الربانيين اللي هن مش معصومين، اللي هن خلفاء النبي حملوا علوم أهل البيت، بعضهم قد يكون أيضا من كأنبياء أو أفضل من أنبياء بني إسرائيل. طيب لماذا لم يبعثوا إذا كان الأئمة عليهم السلام أفضل من أنبياء بني إسرائيل؟ لماذا لم يبعثوا بالنبوة؟ لأن الله عز وجل، جواب: لأن الله عز وجل كرم النبي فلم يجعل بعده نبيا، فجعلهم أوصياء، جعلهم خلفاء، جعل مقامهم هؤلاء عندهم نفس المقام أو أعلى من مقامات الأنبياء، لكن كرامة للنبي. ولأنه بعد لا يمكن أن يأتي من ينسخ رسالة وشريعة هذا النبي، الله عز وجل ختم النبوة وختم الشرائع. ولذا نحن نعتقد أن عليا عليه السلام مقامه من مقام رسول الله في علمه وفي درجته وفي إيمانه. أحاديث النور تذكر أن الله عز وجل عندما جعل نور النبي في صلب آدم، عندما وصل إلى عبد المطلب انتصف نصفين، نصف في عبد الله ونصف في أبي طالب، فخلق الذي في عبد الله، يقول: واصطفاني، خلقني منه واصطفاني للنبوة، وخلقك من النور الموجود النصف الآخر في أبي طالب وجعلك وصيا. هذا في خطاب علي عليه السلام. والرواية اللي تقول أن النبي صلى الله عليه وآله عندما جاء من الجنة، عندما أرسل أو عرج به إلى السماء، جاء برمانة أو بتفاحة، جيد، أو بتفاحتين، رمانتين، هسه اختلاف الحديث. فسأله عليه السلام، قال: هذه لي، واحدة لي والثانية لي ولك. فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: أما الأولى فهي النبوة وهي مختصة بي، إلا أنه لا نبي بعدي، أنت بعد لا يمكن أن تأخذ النبوة. ولذا النبي فضل على علي عليه السلام بالنبوة، وكان إمامه وقائده وأميره، وتجب طاعته. يعني كما يقول أمير المؤمنين: أنا عبد لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد. قال: وأما الثانية، قال: فهي العلم وهو بيني وبينك. ونحن نعتقد أن الإنسان ترتفع درجته، وأن الآيات والروايات تدل على ذلك، والدليل العقلي قائم على ذلك، إنما هو بالعلم والمعرفة. الإنسان بقدر علمه وبقدر معرفته تكون درجته عند الله عز وجل، طبعا العلم مع العمل. أمير المؤمنين عليه السلام يقول في بعض الأحاديث: ما من علم أنزله الله عز وجل على نبي من الأنبياء، ما من علم أنزله الله عز وجل على نبي من الأنبياء إلا كان عند محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويزيد: ما من علم لم يختص الله عز وجل به. يعني الله عز وجل العلم علمان: علم اختص الله عز وجل به نفسه، لم يطلع عليه أحدا من الخلق، وعلم أجاز للخلق أن يطلعوا عليه. فهذا العلم كله جعله عند نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول: وما كان عند، وهذه الروايات مروية عن الأئمة عليهم السلام، وما كان عند النبي جعله عند علي. علمني رسول الله صلى الله عليه وآله
1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب 1000 باب. وحديث موجود عند السنة والشيعة: أنا مدينة العلم وعلي بابها، أعلمكم علي، أفقهكم علي، أقضاكم علي، إلى آخره. فما كان فورث علي عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله في كل علومه. ثم يقول الإمام عليه السلام: وما كان عند علي فهو عندنا أهل البيت. ومع ذلك لم يكونوا أنبياء، لم يكونوا أنبياء، لأن الله عز وجل ختم النبوة. على كل حال، الله عز وجل وصف النبي في هذه الآيات أو في هذه الآية ب4 أوصاف. الوصف الأول، طبعا هذه أوصاف إلى علاقة بالجنب العملي من أخلاق النبي، يعني بعبارة أخرى علاقة النبي مع الناس. كيف كان النبي مع الناس؟ الآية تذكر 4 أمور. الأمر الأول أنه كان يشارك الناس همومهم وآلامهم. النبي يقول: المسلمون من سلم، أو المسلم من سلم الناس من يده ولسانه، هذا المسلم. ثم يقول: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء. يعني المؤمن المسلم لازم يشعر بهم وبألم وبمصاب وبحاجات أخيه المؤمن أو أخيه المسلم. وإذا كان هذا مأمور للمسلم العادي فكيف بالنبي صلى الله عليه وآله؟ الآية ماذا تقول؟ تقول: جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. العنت هو التعب والمشقة، فما يصيبكم من عنت، من مشقة، من آلام، من أحزان، من مصائب، هذا كان يحزن النبي، كان عزيز على النبي، كان يتألم. يعني يتألم. طبعا الرد العملي، الأثر الذي يحصل أنه يسعى لتخفيف الآلام عن الناس، لتخفيف المشاكل، لتخفيف الأحزان، لتخفيف الآلام، بمساعدتهم، بالوقوف إلى جنبهم بقدر ما يستطيع. وهذه من أهم الصفات اللي كانت موجودة عند النبي، اللي يريد منا أن نتمثل بها، يريد منا أن نكون مثله صلوات الله وسلامه عليه: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. لذلك النبي بإصراره على أن يهدي الناس، لأنه إذا بيشوف إنسان ضال يتألم. لأنه هسه نحن بنشوف إنسان مريض أو فقير ننقهر عليه، إذا كان عندنا شوية فطرة وإنسانية وإيمان وكذا ننقهر عليه، بنحاول بدنا نساعده بقدر المستطاع. لكن إذا بنشوفه ضال، إذا بنشوفه عم يعمل حرام، إذا بنشوفه تارك واجب، إذا بنشوفه ماشي بطريق الخطأ، ما بنهتم. كثير من الناس هيك، وهذا من العجائب. لأنه هذا الإنسان إذا كان مريض أو إذا كان فقير أو إذا كان مصاب بمصاب، مصيبه بتقطع. قديش بدها يعني؟ قديش الحياة كلها؟ 50 سنة، 100 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 80 سنة، كل إنسان حسب عمره. حتى لو كان كل حياته فقير أو مريض أو كذا، هني قديش كلهم؟ إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يعني ما بيطلعوا دقائق بالنسبة إلى عالم الآخرة. إذن الحياة اللي هو الإنسان سوف يخسرها ولا نتألم عليه، نشوفه ضال ولا نهتم به، نحاول هدايته، نحاول أن نرشده، أن ننصحه، أن نبين له طريق الصواب من طريق الخطأ، اللي هي الحياة الأبدية الدائمة، وكأنه شيء عادي. لذلك أكثر هم النبي كان وألمه وآلام النبي وأحزان النبي كانت أكثر ما تكون على ضلال هؤلاء قبل الفقر والحاجة والمصيبة والحزن اللي يصيبه في عالم الدنيا. لذلك النبي كان يغتم عندما يرى هؤلاء الناس لا يطيعونه أو لا يهتدون بهديه أو لا يسيرون على طريق الصواب. لذلك الله عز وجل أنزل عليه قوله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. خفف عن نفسك، اعمل تكليفك. ما الهدف أنت تبين وترشد
وتقف إلى جانب الناس في أمور دنياهم، في معاشاتهم، في حياتهم، وفي أمور أخراهم، لكن ما تصل إلى حد الشقاء والتعب الذي بعد لا يمكن أن يتحمل. أنت عملت اللي عليك، عملت تكليفك، من شاء أن يهتدي فليهتدي ومن شاء أن يضل فليضل. كذلك بالأمور المساعدات العادية الدنيوية بيعمل الإنسان اللي بيقدر عليه، اخشي بينقهر وبيهتم وبيغتم إذا ما قدر يأمن كل المساعدات اللي يريدها هذا الإنسان، لكن هل أدي طاقته شو بيعمل؟ أيضا كمان الإنسان يقتنع بهذا الأمر. الأمر الثاني قال حريص عليكم. الحرص على الشيء هو التعلق به. نحن مثلا منهيين عن الحرص على أمور الدنيا، يعني ما يكون عندنا تعلق بأمور الدنيا بحيث نريد أن نحصلها مهما كان وكيفما كان، بالحلال أو بالحرام. هذا الحريص اللي عنده حرص على الدنيا، هذا مذموم. الإنسان لازم يكون عنده حرص على أمور الآخرة، هذا محبوب. إذا أنت حريص على أخيك المؤمن أنه بدك مصلحته، بدك هدايته، بدك رشده، بدك نصيحته، بدك تساعده، هذا حرص، هذا شيء منيح، هذا من صفات النبي صلى الله عليه وآله. حريص عليكم، فيعمل على حفظه بأي وسيلة من الوسائل. هلا في بعض الأحيان الحرص يقتضي أن نبذل الدماء، لأنه أنا بدي مصلحتك ومصلحة دينك ومصلحة هذه الأمة، وتوقف ذلك على الجهاد، على بذل الأموال، على بذل الدماء، على بذل الأنفس. بس هذا ما بينافي الحرص، بالعكس، أنا لأني بدي مصلحة الناس وبدي مصلحة هذه الأمة ومصلحة دينهم وحريتهم وعزتهم وكرامتهم، فقد يقتضي ذلك أن أطلب منهم بذل الغالي والنفيس مقابل هذا الأمر اللي هو أغلى وأهم. هذا الأمر الثاني أيضا النبي كان حريص على المؤمنين. الأمر الثالث قال رؤوف، رؤوف رحيم. الرؤوف، الرأفة هي سلب ما يضر من الابتلاء والمشقة بأي إنسان. يعني افرض إنسان بتقول رؤوف بفلان، الأم رؤوفة بابنها، البي رؤوف بولده، الأخ رؤوف بأخيه. طبعا الرؤوف هي من صفات الله عز وجل. الرأفة، أنت بتشوف إنسان مبتلي بابتلاء، الرأفة اللي عندك حالة تحصل تبادر من خلالها إلى رفع ما يضره. أما إذا أنت ما عندك رأفة خليه يروح، عنده ضرر يتضرر، عنده بلاء يبتلي، ما بيهمك. بالله تقول له أنت إنسان ما عندك رأفة، شايف هذا الإنسان عم يتألم، تركه. طيب، ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصفه للنبي صلى الله عليه وآله قال أكرم الناس عشرة. النبي أكرم الناس عشرة وألينهم عريكة. لين العريكة يعني سهل متواضع لين الجناح. وأجودهم كفا، أكرم الناس بالعطاء. من خالطه بمعرفة أحبه، ومن رآه بديهة هابه. يعني اللي بيعرف النبي وبيصاحبه بيحبه على أخلاقه، واللي ما بيعرفه بمجرد ما يشوفه يهاب، تحصل هيبة له عند النبي أو للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه طبعا من صفات من يطيع الله عز وجل. يعني الطاعة والابتعاد عن المعصية تزرع في قلوب الناس محبة هذا الإنسان. لأن الإنسان المستقيم اللي على طريق الهداية ويطيع لله عز وجل يحمل أخلاقا حسنة. الأخلاق الحسنة تحبب الناس بصاحب الخلق الحسن، وتجعل في قلوبهم هيبة له، وتجعل له عزة. ما ورد عن الإمام الحسن عليه السلام: من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته.
هي اللي بتعمل الهيبة والعزة للإنسان. والأمر الأخير، الصفة الأخيرة، صفة الرحمة. الله عز وجل وصف نفسه، نحن نقول بسم الله الرحمن الرحيم. شو الفرق بين الرحمن والرحيم؟ قالوا بالتفسير أن الرحمن صفة عامة لله عز وجل تشمل المؤمن والكافر، فهي في الدنيا. الله عز وجل يرحم في هذه الدنيا كل الناس، رحمته واسعة حتى للكافر. رحيم صفة خاصة لكنها في يوم القيامة، يعني أشد رحمة، أكثر رحمة، شديد الرحمة، بس هذه للمؤمنين وتظهر يوم القيامة. الله عز وجل وصف النبي بأنه رحيم مش رحمن، يعني شديد الرحمة كثير الرحمة بالمؤمنين. نحن نعتقد أن صفات الله عز وجل الحسنة مثل الكرم، مثل الرؤوف، الغفور، الرحيم، جيد، العفو وغيرها من صفات الفعل الحسن، صفات الأفعال، هذه تجلت بالنبي صلى الله عليه وآله. يعني أكثر إنسان تخلق بأخلاق الله عز وجل يمشي بيننا هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد. لذلك وصف الله عز وجل النبي بأنه رحيم، رحيم بالمؤمنين. الرحيم يعني هو الذي يجلب ما ينفع الإنسان من النعيم والارتقاء. والنبي صلى الله عليه وسلم نفس وجوده رحمة، نفس وجوده بيننا رحمة. ليش؟ أولا هو كان أمان كما يقول الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ثانيا جاءنا بدين أخرجنا به من الظلمات إلى النور. بعد وانفي نعمة بكل النعم الموجودة في هذا الكون أعظم من نعمة الإيمان ونعمة الإسلام ببركة وفضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن في وجودنا وفي كل ما عندنا من نعم ندين بها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، له فضل علينا في ذلك. بعثته من أعظم النعم ومن أعظم الرحمة لهؤلاء الخلق ولهذه الإنسانية. وطبعا كثير من الناس يجهلون هذا الأمر، يتجلى يوم القيامة بشكل واضح. لذلك يكون يوم المبعث مثلا من أفضل الأيام، يوم عيد ومن أفضل الأيام، ويوم ولادة النبي صلى الله عليه وآله من أفضل الأيام، لأنه في هذا اليوم بعثت أو وجدت الرحمة الواسعة اللي ينالها الناس ومن خلالها ينالون رحمة الله عز وجل في هذه الأرض فضلا عن ذلك العالم. لذلك نحن مأمورون بتعظيم النبي صلى الله عليه وآله، ومهما أدينا لا نؤدي حق هذا النبي. يعني مهما عملنا من أعمال وتقربنا إلى الله عز وجل بمحبة النبي وأهل بيته وزرنا وواظبنا، لا نؤدي حق النبي. حقه عظيم علينا، فضله عظيم علينا، ولا نستطيع إلا أن نعترف بالتقصير. وطبعا نحن عندما نذكر فضيلة من فضائل النبي ليس فقط الهم والهدف بيان عظمة النبي، وإن كانت مهمة جدا، لأنه على المستوى الاعتقادي لابد أن نعرف مقام النبي. اللهم عرفني نفسك كما في الدعاء، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. هذا اللي ما بيعرف مقام النبي أو مقام الوصي هذا إنسان ضال. اللي بيعتبر النبي مثله مثل أي إنسان أو مجرد رسول إجا ومات وخلص خلصنا، كما يعتقد بعض من ينسب نفسه إلى الإسلام.
أو ينفي مقام الشفاعة أو غيره من المقامات. هذا إنسان ضال، كيف بده يكون سلوك العملي؟ ولكن الأهم من ذلك أن نتخلق بأخلاق النبي، نذكر هذه الصفات حتى نتخلق بأخلاق النبي، لأنه أسوي لنا، فمطلوب منا قدر المستطاع أن نتخلق بهذه الأخلاق. مجددا نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم ولجميع المسلمين في هذه الأيام المباركة اللي هي أيام وحدة، يعني كما جعلها الإمام الخميني رحمة الله عليه. هذا الاختلاف الحاصل بين السنة والشيعة في تاريخ ولادة النبي، لأنه المشهور عندهم في 12 ربيع والمشهور عندنا في 17 ربيع، فنجعل من هذا الاختلاف اتحاد، يعني نجعل هذه الأيام أيام وحدة، ولذا سمي بأسبوع الوحدة الإسلامية، لكي نتكاتف ونتحد في وجه الأعداء والمستكبرين والمستعمرين الذين يريدون الإضرار بالإسلام والمسلمين. نبارك مجددا لكم ولنا جميعا هذه الولادة المباركة، وكل عام وأنتم بخير، والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وآل محمد.